هات 4 كوبايات دقيق ونص كوباية زيت على سمنة. تعالى نعمل وصفة سهلة وسريعة وهتبنى بيتك خير. هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده، عندي نص كيلو من الدقيق، 4 كوبايات بالظبط، وعندي نص كوباية سمنة على زيت. تمام كده، ومعلقتين سكر، معلقتين 3 معالق سكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، الكيس ده واخدة منه زي ما انتوا شايفين، وعندي كيس خميرة يعني معلقة كبيرة، وكيس فانيليا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هعجن النهارده بميه. الوصفه بتاعتنا اقتصاديه جدا جدا، ومش تاخد اكتر من المج الميه اللي انتوا شايفينه ده، بس مش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين كده، انا ضفت الميه، هضيف السكر، هضيف بقى السكر والخميره زي ما انتوا شايفين. انا حطيت معلقتين وكان طعمه مظبوط. اللي حابب يخليه مسكر شويه يحط 3 معالق سكر. تمام كده. وحطيت كيس خميره، الكيس ده عباره عن معلقه كبيره. وهنزل شويه من الزيت، هسيب حوالي معلقتين كده في قلب الكوبايه زي ما انتوا شايفين كده، علشان بس الم بهم العجينه في الاخر. هجيب بقى الخميره، سوري، الفانيليا، وانزل الدقيق واقلب كده زي ما انتوا شايفين كده. هذه تقليبه بسيطه كده، مش هضيف سوائل تاني خالص. والوصفه ولا فيها لبن بودره ولا لبن سايل ولا اي حاجه. لا، وصفه اقتصاديه جدا ومش هتكلفك اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، حاجات بسيطه. هتلاقوا بقى الدقيق كده، مجرد ما تحطي الدقيق على الكميه دي هتلاقيه لم معاكي، مش هتحتاجي اي حاجه. هضيف بس البيكنج باودر كده بالشكل ده، حوالي معلقه صغيره. والم بقى العجينه كده، وطبعا الدقيق عليه رشه الملح. هلم العجينه بشويه الميه اللي موجودين، وخلاص على كده مش هزود تاني. وهي السوائل على قد المواد الجافه. كده الوصفه بتاعتنا خلصت. النهارده هنعمل احلى وصفه بقسماط الافران، اللي هو البقسماط الصغير اللي هو المدور ده، اللي بيبقى موجود في الافران بالسمسم وحبة البركة. بتبقى حاجة تحفة كده، وهيملى البيت خير. كمية العجينة الصغيرة اللي قدامك دي هتعمل لي صاجين كبار، اللي هو حوالي صاجين 40 في 60. تمام كده. اللي وصل معايا لحد الدقيقة دي، صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حط لايك للفيديو كده، ونشوف الطريقة. سهلة جدا، مش تاخد معاك اي وقت خالص. ممكن تبداي بكوبايتين دي، هتعمل معاكي صاج حلو كده، احسن ما تشتريه من بره. ممكن تعملي صوابع طويله زي البقسماط الطويل، وممكن تعمليه مدور زي ما انا هعمله كده. تمام كده. العجينه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، ما بتلزقش ولا اي حاجه. بس حبيت احط اخر معلقتين من الماده الدهنيه بتاعتي بالشكل ده. هلم بقى العجينه كده، دي تقريبا زي ما انتوا شايفين. انا بشرب بس الماده الدهنيه بالعجينه، مش بعجن، انا بشربها في قلب بعضها. تمام كده. ممكن تفضي العجينة كده على الرخام وتفضلي تعجني فيها. تطلعي بقى الطاقة السلبية اللي جواكي دي في قلب العجينة. بصوا العجينة بوريها لك هنا. انا لما حطيت الزيت على السمنة اللي حطيتها في الاخر، خلي العجينة قطعت معايا. هعجنها شوية بقى في الطبق كده بالشكل ده. فضلت وفرت فيها بالشكل ده لحد ما تبقى ناعمة معايا. تمام كده. العجينة ولا بتلزق ولا ناشفة ولا اي حاجة، طرية جدا على فكرة وزي الاستيك. يعني انا لو سبتها على كده تستريح، وجيت فردتها تتفرد معايا بكل سهوله على فكره. هسيبها بقى تخمر كده في الطبق، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هنا جبت ايه شويه سمسم، حوالي يعني اقل نص كوبايه سمسم على ربع كوبايه حبه البركه. قلبتهم على بعض، وحطيت معلقتين 3 من الميه كده، علشان بس ايه لما اجي احط عجينه البقسماط معايا تلزق معايا. تمام. والميه طبعا بتدي لون حلو، وبتخلي السمسم يلزق على الوش. تمام. عايزه تخليه طعمه مسكر كده وانتي بتاكليه، رشي معلقه سكر كده على السمسم، هيلزق معاكي وهيدي طعم التسكيره كده في قلب البقسماط زي ما بنجيبه من بره. تمام. العجينه بس استريحت يا دوبك، بس العجينه الخميره مسكت فيها كده، مشيت فيها خلاص. هبتدي بقى اشكل فيها زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. باخد حته حته صغيره كده من العجينه دي، جزء من العجينه، مش كتر العجينه، مش كلها. وهبتدي بالشكل ده كده، هاخد حتة على الرخامة وابتدي افرد فيها
وبرومي كده بصوابع ايدك، خفي ايدك بس على العجينه، ما تلزق يعني ما تتقلش ايدك عشان العجينه ما تلزقش على الرخام. العجينه لينه معايا ومستريحه، وفي نفس الوقت بتمط معاكي من غير ما تتقطع بالشكل ده. هعمل معاكم واحده كمان، بقطع كده على قد دواير صغيره بالشكل ده. بصوا قد ايه سهله وبسيطه وبصوا اتشكلت في ثواني. بعمل كام واحده كده على وش السمسم، وبعد كده بحطها في الصاج على طول. انا قبل ما اصور الفيديو كنت يعني كنت مستتعبه ان انا اعمل الحجم ده، قلت هياخد معايا وقت بصراحه وهيعمل معايا مجهود جامد، بس هو بصراحه ما خدش معايا والله، اقل من ربع ساعه كنت مخلصه التشكيل كله، لانه العجينه بتاعته سهله ومريحه، يعني مريحه، وعلى قد ما هي مريحاك يعني مستريحه كده في التخمير، على قد ما هي بتمط معاكي وبتقطع وكويسه معاكي بالشكل ده كده. هظبط الكاميرا كده عشان تشوفيها اكتر. ممكن تخليها طويله زي ما هي كده وتعصيها يعني تدهنيها في السمسم وحبة البركة، وممكن تخليها كده مدورة. انا بصراحة عملتها كذا مرة طويلة زي البقسماط العادي، المرة دي حبيت اعملها زي بتاع الافران كده مدورة بالشكل ده. عايزة اقولك قد ايه هش وخفيف كده، وتمسكي الواحدة اكنك مش ماسكة حاجة من كتر خفية العجينة نفسها. اعمل بقى كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين. بصوا من سهولتها بتخلصي بسرعة. اعملي بقى تاكلي بقى جبنه، تاكلي كده مع الشاي، تسقي فيه براحتك. مش عايزه اقولك بقى القيمه الغذائيه بتاعه السمسم وحبه البركه قد ايه، دي قيمه غذائيه جامده جدا. بصوا بقى الجمال. بصوا كميه ما شاء الله. على فكره النص كيلو عمال لي صاجين زي دول كده. بصوا حجم الصاج قد ايه، والصف واخد كام واحده بقسماط علشان صغير كده وشكله حلو، صغير وملموم كده. بص انا عملت في المكان الفاضي ده عملت واحده طويله كده. عايزه اقول لك ريحته بقى وهو في الفرن اكنك بتخبزي في فرن كده من اللي هو بتاع الافران، يعني بتعملي بقسماط حقيقي في الفرن كده، مش احساس حلو كده لما تكوني شامه ريحه الحاجه في البيت عندك، وبتشوفي كمان الحاجه لما بتطلع من تحت ايدك كده بتبقى مبسوطه بيها. جربيه بقى ان شاء الله مش تندمي. بص اللون عامل ازاي، اللون زي الوش زي الظهر بالظبط، خفيف والله، تمسكيها اكنك مش ماسكه حاجه، وهشه جدا. بنسوي درجه البقسماط، بسويه على درجه حراره 170 عشان يتحمص معاكي زي ما انت شايفه كده. لو سويتيه على درجه حراره عاليه يطلع معاكي طري وما يكونش لسه استوى، وممكن يتحرق منك كمان ويكون لسه لونه مفتاح، مش لونه ذهبي زي ما انت شايفه كده. درجه الحراره 170. لو المعجنات محشيه بنعملها على درجه حراره عاليه. بصي زي ما انت شايفه كده. وعبد الرحمن ما كانش عايز اكسر دي بصراحه، قال لي انا عايزاها سليمه كده، بس انا كسرتها. بصي هياخدها مني ازاي. الصاج لسه التاني في الفرن زي ده بالظبط. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.